حبايب قلبي اللي وحشوني من الفيديو اللي فات، عاملين ايه يا بنات؟ طمنوني عنكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو من الفيديوهات اللي انا كنت اتمنى الاقيها او اسمعها من كام سنه فاتوا. كنت اتمنى الاقي حد يقولي الكلام ده ويفهمني، فعلشان كده عملت لكم الفيديو ده النهارده، واتمنى ان هو يوصل لكل حد فعلا محتاج يسمع الكلام ده او يعرف. المهم ومن غير رغي كتير خلينا ندخل في الموضوع. بص، بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه عايزاكي تعرفيها ومش تعرفيها بس، لا ده انتي تسمعيها وتفهميها وتحفظيها وتقتنعي كمان بيها، هي ان الناس عمرهم ما هيرضوا عنك، وعمرك ما هتعجبيهم، وعمرك ما هتقدري ترضيهم. هتقولولي ما احنا عارفين، هقولك انتي عارفة بس في ناس تانية غيرك زي حالاتي ما يعرفوش، وغالبا البنات دول هيكونوا لسه بادئين في حياتهم وما عندهمش خبرة في الحياة. في مواقف كتير وحاجات كتير انت هتعمليها في حياتك محدش هيبقى فاهمها غيرك، ومحدش هيبقى عارف اسبابها غيرك. اكيد كل حد فينا مر بتجربة واحدة على الاقل، عمل فيها حاجة مناسبة ليه بس مش مناسبة للناس حواليه، او حتى مش مناسبة للمجتمع. في قوالب معينة كده الحياة بتحطنا فيها، واغلب الناس بيحطوا نفسهم في القوالب دي بس علشان كلام الناس، وعلشان يتفادوا نظرة الناس ليهم ونظرة المجتمع ليهم. وفي كتير من الأحيان القوالب دي مش بتكون مناسبة ليهم ولا هم مرتاحين فيها، بس بياخدوا القرارات دي أو الحاجات اللي بيعملوها دي علشان بس يتخلصوا من كلام الناس مش أكتر، وعلشان بس يتجنبوا السين والجيم بتاعة الناس، وعلشان يتجنبوا حاجات تانية كتير كمان، وما يحسوش إنهم أقل من حد. بس تعالي كده حاولي تعملي حاجة مخالفة للي الناس متعودة عليه، وقتها عمرك ما هتسلمي من كلام الناس ولا من الانتقادات. وطبعا أنا هنا كالعادة بتكلم معاكم من تجربة شخصية، من واقع مرير أنا مريت بيه. أنا طول عمري حياتي مختلفة عن كل الناس اللي في سني، سواء بقى اجتماعيا أو دراسيا أو شخصيا، وأنا مدركة ده من زمان، مدركة إني مختلفة. وطول الوقت الحياة كانت بتجبرني إني أختار حاجات خارج الصندوق. يعني لو كل الناس في مرحلة معينة اختاروا الاتجاه الشمال وأجمعوا إن هو ده الاتجاه الصح وكلهم مشوا في الاتجاه ده، أنا حياتي وظروفي وشخصيتي وتفكيري كل حاجة كانت بتجبرني إني أختار الاتجاه المعاكس. وطبعا تقدروا تتخيلوا دلوقتي نظرة الناس ليا وقتها كانت بتبقى عاملة ازاي، وكلامهم بيكون عامل ازاي. مش هقولكوا ان دايما اختياري الاتجاه المعاكس كان صح، اوقات كتير كان بيبقى غلط، وكنت بدفع تمن اختياري سنين من عمري، بس ولا مرة شكيت في حكمة ربنا، ولا مرة شكيت ان ده كان خير ليا. الطريق كان بيبقى صعب، العقبات اوقات كتير كانت بتكون وخيمة، والتمن كان بيبقى غالي جدا، بس انا كنت راضية لان ده من البداية كان اختياري، وده كان المناسب ليا في الوقت ده. بس عارفين معضلة حياتي كانت فين؟ كانت هنا بالظبط، كانت في الناس. من اول لما بدأت اختار اختيار غيرهم وهم بدأوا يتكلموا عليا، منهم اللي قال ايه العبط اللي هي بتعمله ده، يعني هي هتفهم احسن من الناس دي كلها، ومنهم اللي قال بكرة تندم، ومنهم اللي انتقد، ومنهم اللي ما سابش فرصة يقدر يتكلم عليا فيها ويشكك في اختياراتي الا واتكلم. المشكلة هنا ان في اوقات احنا بنكون مجبرين على الاختيار ده، ومش بيكون بايدينا اننا نختار الاتجاه المعاكس، وحرفيا في الوقت ده الناس مش بترحم ولا بتسكت. ويا سلام بقى لو كنتي وقتها لسه ضعيفة وشخصيتك مهزوزة ومعندكيش ثقة في نفسك ولا في قراراتك، وقتها هيجلدوكي بمعنى الكلمة. لكم أن تتخيلوا بقى إن دي حياتي، دي كلها حياتي، دي مش مرة ولا اتنين، لا دي حياتي وده أنا سماح، يعني الاتجاه المعاكس، يعني كل حاجة مختلفة على الناس. طيب هل سماح كانت زعلانة؟ لا، سماح كانت عارفة انها مختلفة ومدركة ان هي فريدة ومش زي الباقي، بس اوقات كتير قوي كنت بتعب من حياتي، اوقات كتير من كتر انتقاد الناس ليا وكلامهم عليا وانا لسه شخصيتي مش قوية كفاية، كنت بتمنى اني اكون انسانة عادية زي باقي الناس اللي حياتهم ماشية عادي وبيخلصوا مرحلة وينتقلوا المرحلة اللي بعدها عادي جدا، من غير انتقاد ومن غير قرارات مختلفة ومفاجأة لكل الناس اللي حواليهم. واقول لكم على سر، اوقات كتير كنت بجبر نفسي اني امشي زي الناس، بالرغم ان دي مش انا بس، ولمجرد اني ارتاح من كلام الناس واني احاول انول رضاهم، او حتى يبطلوا ينتقدوني او اسمع منهم كلمة دعم او تشجيع. بس عارفين كانت فين المفاجأة بالنسبة لي؟ انهم حتى بعد ما انا انتحلت شخصية مش شخصيتي وعملت حاجات مش انا اللي المفروض اعملها، برضه محدش رضى عني، وبرضه محدش شجعني ولا وقف جنبي. بالعكس الكلام ازداد، وازدادت الانتقادات والكلام السخيف. زي ايه مثلا؟ زي ما كنا قلنا لك من الاول، زي انتي لسه جايه فاكره تعملي الحاجه الفلانيه، ده اللي قدك عملوا وعملوا وعملوا. لقيت ان برضو مش مرتاحه وبرضو مش سعيده، اخدت رحله طويله قوي مع شخصيه مش شخصيتي وتفكير مش تفكيري، وبعد سنين من المعاناه فهمت وادركت ان رضا الناس غايه لا تدرك. حتى لو عملت ايه، حتى لو طلعتي جبت لهم نجمه من السماء، وحتى لو قعدتي تشرحي اسبابك وتفهميهم اعذارك، عمرهم ما هيرحموكي. طيب انا ليه بحكي لكم الكلام ده كله دلوقتي؟ بحكيلك علشان أوفر عليكي تعب سنين وعياط أيام وشهور وليالي في محاولة إرضاء الناس.
الناس يا حبيبة قلبي عمرهم ما هيرضوا عنك وعمرهم ما هيقتنعوا بتفكيرك. سيبك منهم، سيبك من كلام الناس، اوعي تعملي لهم حساب. امشي في حياتك وكملي حتى لو كان طريقك مختلف، حتى لو كنتي في الطريق ده لوحدك ومش معاكي غير ربنا، دي حاجة كفاية. اقفلي ودانك عن كلام الناس. عارفة لو اضطريتي تعتزلي الناس اعتزليهم واعملي اللي يريحك واعملي اللي يناسبك. محدش عارف انتي حاسة بايه ومحدش عارف ظروفك ومحدش عارف انت بتقاومي قد ايه ولا بتعافري قد ايه علشان تكوني كويسة. محدش عارف ان بيجي عليكي اوقات بتكوني مش قادرة تقومي من السرير بس بتقومي غصب عنك وبتضغطي على نفسك. ممكن تتأخري شوية لحد ما تقومي من مكانك لكن في النهاية انت قمتي. عارفة وقتها محدش هيشوف مقاومتك مع نفسك ومحدش هيشوف انك قدرتي تقومي وتخلصي اللي وراكي، بس كل اللي هيشوفوه واللي هيركزوا فيه انك اتأخرتي ويبدأوا يصدروا عليكي احكام مسبقة ويتفننوا في اسباب تأخيرك ويلوموكي ويجلدوا في ذاتك ويعملوا كل الحاجات اللي قلتلك عليها دي. كل الناس شايفة نص القصة، شايفة نص الحكاية، نص القرار. محدش عارف القصة كاملة غيرك انتي وبس. حتى أقرب الناس ليكي ما يعرفوش التفاصيل، وحتى لو يعرفوها صدقيني مش هيفهموها، لأن القصة دي قصتك انتي والقرار ده قرارك انتي، واللي بيحصل ده ربنا خلاه يحصل لك انتي بس. وبما ان ربنا حطك في المكان ده وحطك في الاختيار ده يبقى أكيد هو ده المناسب ليكي، ويبقى أكيد هو ده الخير ليكي. فاوعي كلام الناس يهزك او يكسر حاجة فيكي، وخلي بالك ان زي ما قلتلك قبل كده كل واحد بيبص للموضوع من تجاربه الشخصية ومن نظرته اللي عمرها ما هتكون مناسبة ليكي ولا لحياتك ولا لأحلامك. شوفي مين الناس اللي بتشكك فيكي وبتنتقدك وابعدي عنهم، اعتزليهم وريحي نفسك وريحي دماغك. سيبي ربنا هو يرتبلك حياتك، حتى لو انتي مش فاهمة ده حصل ليه ولا ايه الأسباب. ثقي بس في حكمة ربنا، وثقي ان هيجي يوم وهتفهمي، سواء بقى اليوم ده كان في الدنيا أو في الآخرة، بس كده كده حكمة ربنا هتظهر لك في يوم من الأيام. خليكي دايما واثقة ان في حكمة إلهية من ورا كل حاجة بتحصل لك، سواء كان في شر ربنا بعده عنك او يمكن كان في حاجة هتأذيكي لو اخترتي الطريق التاني. يمكن انتي مش شبه الناس اللي في الطريق ده وما تعرفيش ايه السبب، ومش لازم تعرفي، بس اللي لازم تعمليه هو انك تثقي ان ربنا بيحبك ومش هيعملك غير كل خير ومش هيضرك ابدا. ربنا بيقول في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يبقى انتي أدرى واحدة بنفسك، انتي اللي بصيرة بحالك. ممكن تكوني قاعدة تقولي للناس أعذار وتقولي للناس كلام ومبررات، بس انتي أكتر واحدة عارفة كل حاجة عن نفسك. انتي أكتر واحدة عارفة ايه الحاجات اللي انتي جبتي آخرك فيها وايه الحاجات اللي انتي عملتي فيها كل اللي عليكي، وايه الطريق اللي انتي مشيتيها لوحدك وفي الآخر لقيتيها مسدودة. انتي اللي تعبتي، فما تجيش تبرري لحد حاجة هو ما تعبش معاكي فيها وما كانش معاكي في الرحلة فيها. هو ما يعرفش قد ايه الرحلة كانت متعبة وشاقة عليكي. انتي بس اللي عارفة، انتي بس اللي عارفة كم مرة وقعتي وقمتي وكم مرة بكيتي لوحدك من غير ما حد يشوفك. فخليكي رحيمة بنفسك، هوني على نفسك وخلي كلام الناس كله ورا ظهرك وما تصدقيش كلامهم. انتي مش مقصرة في حاجة، انتي مش وحشة ولا خايبة ولا ضعيفة، انتي مختلفة واختلافك ده تعبهم ورعبهم. عايزينك تبقي عادية زيهم بس انتي لا، مش عادية، انتي مميزة وهتفضلي مميزة. انتي نجمة كده في السماء وهم مش قادرين يوصلولك، فبيحاولوا يخلوكي تنزلي لهم وتبقي زيهم بكل قوتهم على قد ما يقدروا. اوعي تعملي زيي واوعي تتغيري وتحاولي تنزلي لهم. حافظي على مكانتك فوق في السماء، حافظي على لمعانك وجمالك، ما تزعليش من اختلافك ولا تزعلي من كلامهم، بالعكس خليه سلم يوصلك لفوق اكتر. وعارفة في الاخر لما توصلي لاحلامك واهدافك هيقفوا مبهورين وهيسقفولك. امني بنفسك وبقدراتك وارضي بحياتك واوعي تغيريها. ما تعمليش زي زمان زي ما قلتلك قبل كده. تقبلي نفسك بكل حاجة فيها، سواء كان اختلافك في شكلك او في شعرك او في تفكيرك او في لونك او في بشرتك او في تعليمك. طول ما انتي مش بتعملي حاجة غلط او حرام يبقى كملي، انتي تمام وزي الفل. كل اللي انتي محتاجاه شوية ثقة في نفسك وشوية صبر ورضا، وتقفلي ودانك عن الناس وكلامهم، لان والله ما هيرضوا ولا في حاجة هتعجبهم. عارفة لو اتجوزتي بدري هيقولوا يا حرام ده لسه صغيرة، ولو اتجوزتي متأخر هيقولوا يا حرام ده القطر فاتها. عارفة لو خلفتي على طول هيقولوا ليه كده يا بنتي كنت استني شوية، ولو ما خلفتيش هيقولوا لك مفيش حاجة جاية في الطريق. وهكذا في كل مراحل حياتك عمرهم ما هيرضوا عنك. فاعملي اللي يريحك واعملي اللي تكوني مبسوطة بيه وسيبك من كلام الناس. مش عارفة ليه حاسة اني قلبت على كلام جدتي قوي كده ونصايحها، بس مش مهم، المهم ان الرسالة تكون وصلت لكم. وفي النهاية خلينا نختم بجملة جميلة قرأتها بتقول: تجاهل كلام الناس فأنت وحدك تعرف الحقيقة. وبس كده، أشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.